يلا نعمل مع بعض أحلى طعمية بيتي سهلة سريعة جدا، موفرة جدا، هتعجبكم جدا، مطلعة كمية بصراحة ممتازة جدا. ندخل مع بعض ونشوف المقادير وهتعجبكم إن شاء الله وهتبقى ممتازة. ده نص كيلو من الفول المدشوش، طبعا هتغسليه كويس هتنزلي عليه مية مغلية لحد ما تغطي الفول بتاعك، وغطيه لتاني يوم الصبح، انقعيه من بالليل في المية المغلية لتاني يوم. وبعد كده صفي المية بتاعته واشطفيه تاني، وشوفي هي مستوية الحباية كأنها نص سوا بالظبط، يعني انت قصرتي عشان يسهل معاكي الفول في الضرب في الكبة، ما ياخدش معاكي وقت وينعم ويبقى حلو. لما هتنقعيه في المية المغلية هينجز معاكي في الضرب. هنحط على الفول، النص كيلو فول، 10 فصوص من التوم، بصلة متوسطة متقطعة، نص حزمة من الكرات ونص حزمة من الكزبرة، وهنضربهم في الكبة لحد ما ينعموا. انزلي جزء جزء عشان تنعم معاكي، وبعد كده زودي عليها. شايفينها نعمت وبقت جميلة. ابعدي عن المية، ما تزوديش مية، ولو حبيتي تزودي مية زودي حبة مية حوالي نص كوباية، ما تكتريش، وتصفيها. لو ضربتيها في الخلاط بمية لازم تصفيها، علشان لو عملتيها من غير ما تصفيها وفيها مية هتفك منك في الزيت وانتي بتقليها. بعد كده بقى هاتي اكياس التلاجة بتاعتك، حطي المقدار اللي انتي عايزاه او اللي يكفيكي. انا حطيت في الاكياس الكبيرة دي طبعا عشان التوفير، وهطبقها على 4. وبعد كده هطلع الكيس هقص منه الربع واقليه. عندك اكياس صغيرة حطي فيها على قد المقدار بتاعك، ما عندكيش حطي في الكبيرة زي دي وطبقيها على 4. وبعد كده تقصيها او بالسكينة تفصليها. لما تيجي تقلي الطعمية هتضيفي بقى البهارات بتاعك. هتحطي معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، نص معلقة صغيرة من الكمون، هتحطي نص معلقة صغيرة من الكربوناتو، والملح بتاعك على حسب الكمية. وطبعا البهارات دي كلها على حسب الكمية برضو اللي انت هتعمليها. بس لازم اساسي البهارات تتحط ساعة ما تيجي تشتغلي. تطلعي الكيس بتاعك قبلها بساعتين، هيكون رقيق هيفك بسرعة. وبعد كده تقلبيه بالمعلقة كويس وتدخلي له هوا تاني، عشان طبعا هيكون من الفريزر اتكتم. فتقلبيها كويس. لو عندك مضرب اليدوي اعمليها كأنك بتربي بيض او عجين سائل، وبعدين تحطي لها البهارات. وممكن تحطي بيضة لو انت عايزة. طبعا بما انكم اقتصاديين وبنعمل فيديو اقتصادي فانا ما حطيتش بيض. وهحط لكم المقادير في اول كومنت مع الفيديو. طبعا الزيت بتاعنا هيسخن ويبقى كويس. وبعدين احط الطعمية هتقرصيها كده على صوابعك، وحط لها مسحة من السمسم برضو اختياري لو انت عايزة. بس هي بصراحة الطعمية ريحتها حلوة جدا، طعمها حلو قوي. طبعا عاملة حاجة نظيفة، مش متزود لها بقى اي مكونات خارجية. المطاعم اغلبها بتحط عيش عشان تزود بيه الكمية. فانا هقولك تاني، لو هتضربيها في الخلاط وهتضيفي ميه لازم تصفيها من الميه عشان ما تفكش خالص منك من الزيت. الكبه مش هتحتاجي ميه، بس اضربي حبه حبه علشان تنعم معاكي، وبضربيها كويس عشان تبقى ناعمه. شايفين الطعميه ريحتها تحفه، مخليه البيت ايه، الريحه ما حصلتش. ودي الكميه اللي طلعت معانا من النص كيلو. الكميه كبيره على فكره، في طبق تاني زي ده بس هم كلوه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك والمتابعه والكومنت. مع السلامه.